النهاردة معانا الوثائق الفنية لجهاز كشف الدخان الفاير راي 1 وهنعمل لها تحليل مفصل. أهلا بيكي. عايزين نفهم إيه اللي بيميز الجهاز ده، خصوصاً يعني في حتة سهولة التركيب والتشغيل لكواشف الدخان اللي بتشتغل بالأشعة. بالظبط، هي كواشف الأشعة ممتازة، بس دايما كان في زي تحدي كده في التركيب والمعايرة. فعلاً. الفاير راي 1 ده جاي يحل المشكلة دي بالذات. خلينا نشوف إزاي بقى. تمام قوي. أول حاجة لفتت نظري بصراحة هي ال1 minute auto alignment. أيوة. فكرة إن شخص واحد ومن غير أدوات متخصصة يقدر يركبه ويعيره في الدقيقة، دي تبدو يعني نقلة كبيرة قوي مقارنة باللي قبل كده. هي نقلة كبيرة جدا. أصل الأجهزة التانية ممكن تاخد وقت أطول بكتير، ممكن 8 مرات أكتر كمان. ياه، طب إيه التكنولوجي اللي ورا السرعة دي؟ بصي، هو بيبدأ ليزر مرئي، عشان يساعد اللي بيركب يشاور على العاكس بسهولة. توجيه مبدئي يعني. تمام، وبعدين دوسة زرار بسيطة ونظام الأوتو ألاينمنت ده بياخد المهمة. بيعمل إيه بالظبط؟ بيعمل زي مسح كده للمنطقة، يدور على العاكس بدقة. أول ما يلاقيه يروح مظبط الشعاع ومركزه عليه أوتوماتيك في الوضع المثالي. هائل، ده بيوفر وقت ومجهود أكيد ومش محتاج خبرة فنية عالية قوي بقى. إلى حد كبير لأ، بيقلل الاعتماد على مهارة الفن الفردية بشكل ملحوظ. طيب دي مشكلة التركيب الأولاني، بس إيه بقى حكاية المباني اللي ممكن تتحرك شوية مع الوقت أو اللي بنقول عليها بتريح؟ دي نقطة مهمة جدا. مش ده ممكن يأثر على دقة الكاشف وتوجيهه ويسبب إنذارات كاذبة؟ مظبوط، وعشان كده هم عاملين حسابهم بميزة اسمها Building Movement Tracking. بتعمل إيه دي؟ دي زي ما يكون بتراقب المحاذاة على طول. لو حصل أي تغيير بسيط، أي حركة طبيعية في المبنى هي بتعوضه. بتعدل نفسها بنفسها؟ بالظبط، عشان تفضل المحاذاة سليمة، وبالتالي تقل الإنذارات الكاذبة اللي بتيجي من حركة المبنى دي. فكرة ممتازة. ولسه، وفي كمان حلول لمشاكل تانية، زي مثلا الأتربة اللي بتتراكم على العدسة. دي مشكلة مشهورة برضو. في حاجة اسمها Contamination Compensation، بتعوض تأثير الأتربة ده تدريجياً. وفي كمان Light Cancellation Technology، ودي عشان تمنع تأثير الإضاءة العالية، سواء شمس قوية أو حتى إضاءة صناعية شديدة جوه المكان، إنها تتداخل مع شعاع الكاشف. يعني مصمم يشتغل كويس في ظروف حقيقية صعبة. واضح قوي إن التركيز كله على الموثوقية وتقليل المشاكل التشغيلية. طيب بالنسبة للمدى بتاعه والتطبيقات المناسبة ليه؟ بصي، المدى الأساسي بتاعه بيوصل ل50 متر، تمام. ولو محتاجة مسافة أطول في طقم إضافي Reflective Long Range Kit بيوصل المدى ل120 متر. 120 متر ده يغطي مساحات كويسة. أكيد، ده بيخليه مناسب جدا لمخازن صغيرة أو متوسطة، محلات، يمكن قاعات صغيرة. أماكن كتير يعني. أيوة، خصوصا الأماكن اللي محتاجة حماية فعالة بتكلفة معقولة وتركيب سهل. هو نقطة توصيل واحدة بس. واستهلاك الكهرباء؟ قليل جدا، حوالي 5 ملي أمبير في التشغيل العادي، يعني سهل يتوصل بأي لوحة تحكم. وكمان مناسب للمباني الجديدة اللي ممكن تكون لسه بتتحرك شوية. بالظبط، عشان ميزة البيلدينج موفمنت تراكنج اللي قلنا عليها. طيب لو المكان كبير ومحتاجين أكتر من كاشف، ممكن الأشعة بتاعتهم تتداخل مع بعض لو قريبين؟ لا، عاملين حساب النقطة دي برضه. في ميزة اسمها Dynamic Beam Phasing، دي بتعمل إيه؟ بتسمح لك تركبي كذا كاشف حتى لو وشهم لبعض، والعكاسات في النص. النظام ده بيخليهم يشتغلوا من غير ما يحصل تداخل ويسبب إنذارات غلط، بيدي مرونة كويسة في التصميم. تمام، الصورة كده وضحت قوي من ناحية التركيب والتشغيل والتغلب على المشاكل. ممكن نبص بسرعة على المواصفات الأساسية، الحساسية، الاعتمادات. أكيد، الجهاز فيه ريليهات منفصلة، واحد للإنذار وواحد للعطل، عشان التوصيل باللوحة يبقى واضح. والحساسية؟ تقدري تبرمجيها على حسب المكان. في 4 مستويات: 25%، 35% وده الافتراضي، 55% وكمان 85%. وده بيفرق في إيه؟ يعني تقدري توازنوا بين سرعة الاستجابة للدخان وبين مقاومة الإنذارات الكاذبة. لو مكان فيه أتربة أو أبخرة كتير ممكن تقللي الحساسية شوية. مظبوط. وفي أي تأخير زمني؟ في تأخير بسيط 10 ثواني للإنذار وبرضه للعطل. ده عشان يتجاهل لو حاجة عدت بسرعة قدام الشعاع، زي طوبة مثلا أو أي حجب لحظي. تمام. وشكله الخارجي سهل تنظيفه؟ الواجهة بتاعته مسطحة تماماً وسهلة التنظيف ومش بيأثر على المعايرة. وفي طبعاً لمبات LED بتبين الحالة، طبيعي، إنذار، عطل. ومن ناحية الاعتمادات والأمان، هو واخد اعتماد UL، وده مهم جدا عالميا.
ومصنف IP55، يعني مقاوم للأتربة ورذاذ المية بشكل كويس. يبقى كده لو هلخص اللي فهمناه من الوثائق دي، نقدر نقول إن الفاير راي 1 بيقدم تكنولوجيا كشف الدخان بالأشعة اللي هي متقدمة أصلاً، بس بيقدمها في شكل سهل قوي في تركيبه وتشغيله وصيانته. هو ده بالظبط. الفكرة كلها تبسيط التكنولوجيا المتقدمة دي بحيث تبقى متاحة أكتر ومش محتاجة خبرات معقدة أو أدوات خاصة. ده حقيقي. وده بقى يخلينا نفكر في نقطة أعمق شوية. إيه هي؟ هو التركيز ده على التبسيط الشديد والاستغناء عن الخبرة العالية والأدوات، إزاي ممكن يأثر على انتشار التقنيات دي؟ يعني هل ده ممكن يفتح الباب لاستخدامها في أنواع مباني أو أماكن ما كانتش بتفكر فيها قبل كده بسبب التعقيد أو التكلفة؟ السؤال مهم فعلاً ويستدعي التفكير. تأثير التبسيط على تبني التقنيات المتقدمة.